الفصل الخامس. المشهد الثاني. تفضلوا يا سادة. بهدوء تحدث يعقوب وهو يضغط على أحد جدران المطبخ الذي تحرك إلى الداخل ليسفر عن ممر مظلم خلف الجدار، في نهايته درجة سلم يتجه إلى أسفل، فنزل يعقوب والجميع خلفه إلا نور وسارة. ظهر قبو يتسع لمساحة البيت. بعد برهة تكشفت بالكاد ملامح المكان في ضوء مصباح يحمله يعقوب، فظهر صندوق خشبي طويل يشبه التابوت الفرعوني، يعلوه قفل كبير، ويتوسط القبو منضدة صغيرة عليها آلة كاتبة وكرسي خشبي خلفها. وضع يعقوب المصباح على المنضدة فاعترت الدهشة الوجوه، فاقترب نبيل من الصندوق وتحسسه، ثم سأل يعقوب: من يسكن هذا التابوت؟ التاريخ يا دكتور. التاريخ؟ بدهشة عقب يوسف: أهو لغز؟ لا يا دكتور نبيل، ليس لغزا، إن لهذا التابوت قصة، إنها ليلة القصص إذن. بسخرية عبر نبيل عما يحدث في ذلك اليوم الحافل بالمغامرات والصراعات في بدايته والقصص العجيبة في نهايته. نظر يعقوب إلى الصندوق نظرة استرجاع ذكريات قديمة، ثم أجاب: بنى والدي هذا القبو ليسجل فيه التاريخ. لقد أحب مصر والتحم بأهلها في الأفراح والأحزان، وآلمه كثيرا إساءات الإنجليز لهم، فقرر أن يسجل كل شيء هنا على الآلة الكاتبة. أشعل مختار عود ثقاب وقربه من الصندوق وتأمله. وما علاقة هذا الصندوق الضخم بذلك؟ اعتاد والدي في نهاية اليوم تسجيل كل ما يشاهده أو يسمعه في أي مكان في مصر ويحتفظ به في الصندوق، بل كان يصور ويؤرخ الأحداث بالصور أيضا. تنهد نبيل وقال: ولماذا احتفظ بما سجل هنا؟ بالرغم من شعورنا بالأمان في مصر، إلا أن والدي كان بداخله رواسب مما حدث في الماضي من قتل وتهجير قسري لنا، فخشي أن يقع الورق في يد الإنجليز فقرر إخفاءه هنا. يقترب دانيال من الصندوق مبتسما: أول مرة دخلت هنا ارتعدت من ظلمة المكان، ولكن مع الوقت ألفته، وحينما رأيت الصندوق قلت له أريد أن أختبئ فيه، ففزع وقال: لا أحوجنا الله إلى ذلك يا حبيبي. يمسك يوسف بالقفل الذي يبدو ثقيلا ثم يتركه ويتأمل الصندوق. أتعني أن هذا الصندوق يحوي جزءا من تاريخ مصر؟ نعم يا دكتور، باليوم والشهر والسنة بدقة شديدة. عفوا يا سيد يعقوب، لا يمكن وصف التاريخ بأنه دقيق. لماذا يا دكتور يوسف؟ التاريخ عهدة كاتبه الذي هو في النهاية مهما كانت ثقافته أو أخلاقه الرفيعة يعاني من الهوى أحيانا أو ضعف القدرة على الوصف الدقيق. كيف ذلك؟ أنا شغوف بقراءة التاريخ من أكثر من مصدر، وللأسف الحادث الواحد لا تظفر فيه برواية محددة أو مضمون واحد، وتظل نهبا للحيرة. ربما الخوف من الحاكم أو الطمع في رضاه هو السبب، وهذا لا يتوفر في حالة والدي. ربما فيما شاهده أو ما سمعه من الناس، فمحل نظر. ورغم ذلك فإن هذا الصندوق يحوي كنزا عظيما. هل لي أن أطلع على ما فيه؟ بالطبع يا دكتور. يفتح يعقوب القفل ثم يفتح الصندوق، فتبدو حافظات أوراق مترصة فوق بعضها نظيفة، حيث كانت سارة تتعهده بالنظافة يوميا. وبدت الدهشة والإعجاب على وجوه الضيوف، فاقترب يوسف وأمسك حافظة كتب عليها ثورة يوليو، بدأ يتصفحها، ثم رمق يعقوب بدهشة وعلق: الأحداث مكتوبة يوما بيوم. نعم، ولكنه لم يتمكن من تسجيل قانون الإصلاح الزراعي، لقد داهمه المرض وتوفي بعده. ألم تفكر في طباعة ذلك الكنز؟ بالطبع سأفعل، ولكن حينما لا يمثل ذلك خطرا. لقد كان والدي محقا فيما فعل. لماذا؟ في عام 51 بعد تفجير معسكرات الإنجليز انتشروا في شوارع بورسعيد يبحثون عن الفدائيين، وحينما وصلتهم أنباء عن اختباء أحدهم في الحي الأفرنجي داهموا المنازل، وأحمد الله أن الأوراق لم تقع في أيديهم. وهل كانوا سيصلون إلى هذا القبو؟ كان رئيس المخابرات البريطاني ميجور ويليامز يقود عمليات البحث بنفسه، وقد استطاع الإيقاع بالكثير من الفدائيين. ربما أمكنه الوصول إلى هذا القبو. إنه كارثة. كم أشتاق لرؤيته. بغضب شديد ولهفة أشد عبر نبيل: إنه رأس الحرب لقوات العدوان الآن. لماذا؟ لأنه يعرف بورسعيد ويحفظ شوارعها وأزقتها أكثر من بريطانيا، ويجيد اللغة العربية كما يجيد اللهجات المصرية.
ربما استبقاه الله ليدفع ثمن ما اقترفه على يد أهالي بورسعيد. لقد كان والدك حكيما فيما فعل، فلا تتعجل طباعتها حتى يرحلوا. بابتسامة عقب مختار: لقد أثقلت عليكم بالحديث يا سادة، وكل ما أردته أن تعلموا أن لدينا مكانا آمنا لكم هنا، إذا نسميه قبو الأمان. بابتسامة عقب نبيل: